تسمع عن حاجه اسمها الفيرال لوب؟ دي باختصار اللي بتخلي العميل بتاعك يشتري مره واثنين وثلاثه ويرشحك لناس تانية، وده مبني على سيستم بسيط جدا. العميل بيشتري، بينبسط، بينبهر، بيرشحك لناس تانية. واشهر حاجه شبه كده الكامبين بتاع دروب بوكس اللي خلت الناس مجرد بس ما انت ترشحهم لناس تانية بتاخد مساحه زياده. بالطريقه دي عملوا تقريبا جروس يعدى ال 1000% مثلا ولا حاجه. فتعالى اقول لك بقى على خطوات تعمل بيها لوب عظمه العظمه. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان الموضوع مش سحر، الموضوع انك فعلا لازم تكون بتقدم اداء مبهره جدا وكويسه ومناسبه للناس دي. يعني لو مقدم لهم حاجه في اللالاند صدقني الموضوع مش هينفع معاك، واقفل الفيديو ده واتكل على الله. فالتجربه هنا لازم تكون مبهره، وهنا ما بتكلمش عن البرودكت ذات نفسه، ممكن يكون حوالين البرودكت. يعني مثلا لو بتقدم ميداليه موبايلات عادي كل الناس بتقدمها، ولكن لو حطيتها في بوكس شيك ولذيذ ومعاه مثلا QR ومعاه كلمه حلوه، معاه كارت من الكارت اللي بتتحط، كل ده هيعمل معاه تجربه لطيفه جدا. الخطوه الثانيه وهي الايزي شير، ودي باختصار شديد انك ما تقولوش خد شارك ده مع اصحابك، لا قول له مثلا لو شاركت ده هتاخد على هديه معينه، لو بعته لحد هتاخد QR، ابعت ده وده دليل ان انت بتحب فلان الفلاني. اي حاجه بتحفزه انه يشير الاكسبيرينس بتاعته فهي لصالحك، ودي ادوات هتساعدك انك تعمل الموضوع ده. بعد كده قدم له هديه، والهديه هنا مش لازم تكون خصم، لان مش في كل الاوقات الخصم لصالح البراند بتاعك. انت ممكن مثلا تعمل له زياده في الخدمه بتاعته، ممكن تعمل له ملخصات مثلا لشيء معين، ممكن تعمل له مده حمايه زياده، ممكن تعمل له برودكت او هديه، ولكن مش دايما تعمل له ديسكاونت. وفي مقوله لما بفكر فيها دايما بطلع الموضوع ده بشكل كويس، ان الناس ما بتشاركش علشان الناس او علشانك، ما بيشاركوا علشان يبانوا اذكياء او يبانوا في نظره الخبير. يعني هو لما بيشير الحاجه للناس مش عشان يقول لهم والله فلان الفلاني ده حلو، ولكن ساعات بيشيرها علشان يبين قد ايه ان انا خبير وجامد في الحته دي وجايب لك الخلاصه. بعد كده التراكس اند اوبتمايزيشن، ودي باختصار انك تعمل تراكنج هي الناس بتعمل ايه وبتعمل عشان ايه، والحته دي اتكلمنا عنها كتير قبل كده فمش هنتكلم عنها في الفيديو ده. كل ده بالفيرال لوب، بالكاستمر سيرفيس، باللويالتي، بكل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها، ده مهم جدا ان انت تعرف. فما تنساش تعمل سيف للفيديو ده وتابع فهمه ويحاول.